السلام عليكم. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. وأنا سعيد النهارده إن أنا موجود في مدرسة صوفيا زكي الفنية بنات، وسعيد بالتعليم الفني بإدارة وعلى رأسه الأستاذ ناصر الشافعي مدير التعليم الفني، وظهر من ظهورنا الآن باشمهندس السيد دلوقتي وهي صوفيا. أنا كنت سعيد جدا بيوم تكريم الأوائل لمجلس المدينة، بس سعادتي أكثر بما حققه التعليم الفني من نتائج هذا. في صوفيا من العشرة الأوائل سواء على القطاع وفي مراكز على مستوى الجمهورية حققت هنا، ولا أخفيك سرا سعدت أكثر بالتعليم الفني يمكن من الثانوية العامة. هتقولوا لي إيه؟ ما تيجي تتكلم عن طالب متفوق أو حقق مادة في الثانوية العامة يقول لك هو راح المدرسة، يقول لك الشغل مش عارف إيه، وده بنسمعه كتير، خلينا واقعيين. إنما البنت اللي كانت في صوفيا هنا عملي ونظري كانت موجودة فين؟ يبقى جاي تاني مدرسة 100%. مفيش بقى منشطات خارجية ولا لا. فده هو أنا كنت يعني من جوايا يعني كنت سعيد جدا جدا بما حققه الطالبات هنا أو حققوه الطالبات والطلبة في التعليم الفني، سواء كان الصناعي أو التجاري. هو إيه اللي بقى من التعليم الفني؟ التعليم الزراعي، وده لسه بنتكلم مع الاستاذ ومشوار كده، وإن شاء الله ده أمل عندي ومع مجلس الأمناء اتكلمنا إن أجا يبقى فيها مدرسة أنواع زراعية، وفي كل مكان بنتكلم بيقولوا والله إحنا أنقذنا حاجة في التعليم الفني، مركز ومدينة أجا وقرابة الأدبي. الطلبة عندنا في التعليم الزراعي يا إما بتغمض يصيب باللون الثمانية. حلم بنحلمه مجلس الأمناء معانا برضه إن يكون عندنا هذا إن شاء الله ثانوي زراعي. أنا بشكر إدارة المدرسة وبرحب بأساتذة الوكلاء الموجودين، مجلس الأمناء أستاذ حاج عبد الفتاح، الدكتور رياض، الأستاذ محمد عبد الله دايما منورنا في السكات، السادة الموجودين العموم الموجودين معانا، وأقول بناتنا دي بداية التطور. كملوا البحث والتعليم العالي إن شاء الله، ونكملوا وهتابع أخباركم دايما باستمرار. مش كل خلاص يعني انقطعنا بقى إيه عن بعضنا بعد الكلهم، لا. سير المراكز اللي حققت مصروف على مستوى القطاع ومستوى الجمهورية سعيد جدا بيها، سعيد بالأساتذة الموجودين العموم موجودين بشركتي كويس النهارده. سعدت أكثر بقى هيئة التدريس والعاملين، وقلت بلاش ألف مبروك، ودايما يا رب كده يشرفونا ونفرح بيكم دايما، انتم متفوقات وربنا يوفقكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. واتمنى ان العام الدراسي القادم يكون افضل مما مضى، وجودكم معانا واحنا معانا. ربنا يوفقكم كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.